الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا أمورنا يا كريم. قال صلى الله عليه وسلم: لا طلاق قبل النكاح. نعم، يعني إذا واحد خطب واحد خطبة لسه لا في عقد ولا سموا شهود ولا إله شهود ولا صار عقد مبادلة إجابة وقبول، إلا والله أنا طلقتك لسه ما ارتبط فيها لك. لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. إغلاق إيه؟ يعني غضب. إذا واحد غضبان وطلق لا يقع الغضب. شو رأيكم بالحديث؟ صح، السلام لا يكون هيك. أما إنه طلاق إنه غضب، الغضب الذي يخرجه عن طوره بحيث لا يدري أهو إيه، لا يفرق بين السماء والأرض. الله يرحم شيخنا الشيخ هشام رحمه الله، شيخ هشام برهاني. إجا واحد قال له: أنا طلقت زوجتي، طلق زوجته. قال له: بس سيدي كنت غضبان. كنت إيه؟ كان غضبان. قال له: شنو يوم؟ قال له: يوم كذا. قال له: ساعة. قال له: ساعة كذا. قال له: مين كان في قدامه؟ قال له: كان قدامي كذا كذا كذا. قال له: زوجتك شو كانت لابسة؟ قال له: له غضب هذا اللي انت بوعيك، مالك مجنون، حاضر الفيلم كله، يعني حاضر الوقائع كلها وتقول لي غضبان. إذا كان غضبان اللي خرج عن طوره ما يدري بين السماء والأرض، يعني مثل الجنون. هذا إذا وقع منه الطلاق لأنه ما يدري ما يقول، ما يدري ما يقول. أما هذا يدري ما يقول. واضح من الغيب. لا طلاق ولا عتاق. شو العتاق؟ كمان إيه؟ واحد عنده عمل مدري هيك شو صار له نوبة عصبية أم قال له أنت حر، لا يقع. خرج هذا العتاق. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لا عليكم ألا تفعلوا فإن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. مر معنا العزل. قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. يعني لا نكاح إلا بولي، لا يعني نكاح كامل إلا بولي. وإلى ذلك ذهب المذهب الأئمة الثلاث: الشافعي ومالك وإمام أحمد، إنه إذا كان ما في ولي أب، وإذا عدم الأب أخ أو جد أو عم حسب ترتيب العصبات. نعم. إذا فقد هذا الولي موجود وما ما كان حاضر العقد، فالنكاح باطل عند الأئمة الثلاث. ولأبي حنيفة رضي الله عنه قول معتمد مفتى به: أن للمرأة البالغة العاقلة أن لها أن تزوج نفسها ممن تشاء ولو كان بغير ولي، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون كفءا لها، أن يكون كفءا، هذا الرجل كفء له، يعني مو والله هي من بيت المحتسب وحسب ونسب وبعدين روح توقع بحب واحد سكرجي خمرجي ومعروف قرعة أبوه يقول والله أنا بدي أتزوجه. هذا لا يصح العقد. ولي الأب أن يفسخ هذا النكاح. الشرط الثاني أن يكون مهرها كأمثالها، يعني والله ضحك عليها ومهر أختها 10 ليرات ذهب وهي مثل أختها، راح مشاها 200,000 ليرة سود. له أن يفسخ النكاح. والخاطب إن كان كفؤا إما أن يرفع النقد المهر إلى أمثالها أو بده يفسخ، لأن الكفاءة مطلوبة في الإسلام. يعني لما المرأة تتزوج من كفءة والرجل يكون من كفء نفس العائلة، نفس المستوى الاجتماعي والمالي والأخلاقي والديني،
بيكون يعني أقرب لأن يكون في تفاهم. أقرب. أما إذا هي عايشة في أسرة مثلا متفلتة، أو أهلها بيشربوا خمر وبيشربوا أرجيلة وكذا وكذا، لحطها على ليلة العرس أناني الخمر معها، أو إجوا أهلها يشربوا خمر عندها، الله يعافينا، أو يجيبوا لها الخمر لعندها، هذا شو بده يصير بالعريس إذا كان صاحب دين؟ سينفجر. لذلك لابد من الكفاءة، مو شرط يصح النكاح، لكن مطلوبة الكفاءة، مطلوبة بين الأسرتين، وليس بين الزوجين، بين الأسرتين. دليل الأحناف، دليل الأئمة الثلاث هذا، أنه لا نكاح إلا بولي. أما الأحناف هذا حديث آحاد، حديث آحاد. قالوا أما الأحناف فلهم دليل قوي في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن من معروف. نسب العقد لمين؟ لإلها. لكن هل يعني المرأة المسلمة تنكح من غير ولي وأبوها موجود؟ قال إذا فعلت هذا نسبت إلى الوقاحة. نسبت إلى الوقاحة. شو الوقاحة؟ يعني قلة التربية والأدب. يعني أبوك موجود، بتروحي بتاخدي حالك وبتاخدي عقد نكاح في المحكمة أو عند شيخ، ووالدك موجود أو أخوك موجود. هل فعل الأحناف أنهم زوجوا أنفسهم من غير ولي؟ لا، لكن هذا حكم شرعي يستعمل في الضرورة. اليوم مثلا امرأة ما عندها أهلها ماتوا، أهلها كذا، ولقيت واحدة من حلال مسلول، لها أن تنكح أن تعقد لها عقدها عليها. أول يوم في غربة في أوروبا في كذا، انقطعت السرور وانقطعت كذا، ولقيت رجل كفء صاحب دين ونفس نهار أقرانا، نقول لها لا بأس اعقدي ولا حرج عليك. نعم، إذا لا نكاح إلا لولي. حديث آحاد لا 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 ينسخ عموم القرآن، عموم القرآن. نعم. أما إذا ما كان عندها ولي فمن يزوجها؟ القاضي، قاضي الشرعي، هو نيابة عن مين؟ عن السلطان. والسلطان ولي من لا ولي له. اللهم تولنا يا رب. قال صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. يعني وأن تجمع بين الأختين آية قرآنية. هل يجوز الإنسان أن يتزوج زوجة أخت زوجته ويجمع بينهما في وقت واحد؟ أبدا. أما إذا ماتت الزوجة الأولى له أن يخطب، ومضت عدتها له أن يتزوج أختها، ما في مشكلة. النبي عليه السلام هذا الحديث فرض فيه كما فرض القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه ولرسول الله أن يشرع كما شرع المولى جل جلاله. فحرم جمع المرأة مع عمتها ومع خالتها لما يكون بين الضلائل وانشقاق وآلام وغيرة وغير ذلك. فمو معقول المرأة تقعد مع عمتها وخالتها شو يصير؟ تقطع في الأرحام. بتزعل منها خالتها، بتترك أمها، بتزعل أمها كذا، وكذلك أبا عمتها، فلا يجوز أن يجمع بينهما. نعم سيدي، يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10، لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب أي مخطط. قال صلى الله عليه وسلم لا يستحي الله من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن. قال صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها غيرها. يعني شو لا يعني لا يبغض واحد مثلا إذا زوجته ما بتعرف تطبخ، كل ما يجي يتخانقوا وياه. طيب يعني صار بده يطلقها ويبغضها كذا، طيب هي
انظر إلى نظافتها، انظر إلى قيام ليلها، انظر إلى جمالها، انظر إلى أنها تعينك بمالها، انظر بتلاقيها معباية محاسن. شاف هالخلق فيها ونسي كل المحاسن تبعها. قل له هي لما طلع بنفسك أنت كامل، مش حدا كامل. يصبر. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. يعني هذا منها زواج المتعة كان مشروعا في أول الإسلام. شرع الزواج، كان مشروع، وكان هذا في الجاهلية، ثم حرم في غزوة خيبر. حرم في وقت واحد هو لحوم الحمر الأهلية، وكانت تفور القدور بهذه اللحوم. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم عليكم أكل اللحوم الحمر الأهلية، أما الحمار الوحشي لا. الحمار الوحشي المخطط تشوفوه بالتلفزيون هذا حلال، أما الحمار اللي بنركبه هون هذا لحمه حرام. وحرم أيضا نكاح المتعة. نكاح المتعة هو نكاح المتعة هو أن يعقد رجل مع امرأة من غير شهود، ما بيطلبوا شهود ولا ولي، والمرأة لا تلتزم بعدة، يعني فهو زنا محض. يعني هؤلاء النساء الذين يجلسون في اوتيلات كذا لما يبيحوا نكاح المتعة، مثل الله يجينا وشيء أعظم، بعد ما بتخلص من النكاح الأول بقابل ثاني يوم يجيها خاطب آخر، وبيحدد إنه بيتزوجها ساعتين أو يومين أو 3 أو 4 أو هكذا. بيحدد الوقت وبيحدد الزمن وبيحدد المال، فهو حرام محظور. أما لو حدد الوقت، واحد مثلا كان في الغربة، شاف واحدة مسلمة، عقد عليها وقال لها: أنا تزوجتك ل2 فقط. قد يتزوجها كتابية، لقى واحدة أعجبه حالها وتزوجها، واشترطا أن يكون العقد ل2 سنين، أنه بعد 2 بيرجع على الشام وما حلو ينزلها معه، والله أهله بيطلعوا بروحه. إذا تمت كتابية، فهي وافقت وهو وافق، وسكنوا في بيت واحد وعاشرها كمعاشرة النساء. هل يصح هذا؟ شرط التوقيت في العقد. قال عن أبو الإمام محمد رضي الله عنه قال: صح العقد ولغى الشرط. كل شرط لا يقتضيه العقد فهو فاسد، لكن لا يفسد العقد، لا يفسد عن الإمام محمد. لا، صح العقد منه والشرط لاغي. فالأمر يطلقها بعد ساعة، الشرط لاغي والعقد صحيح. لكن هون في ولي، في مهر، في شهود، العقد موثق يعني، لكن الشرط اللي وضعه في العقد هذا لا ينبغي. قال صلى الله عليه وسلم: يا جابر ما شأنك؟ قلت: أبطأ بي جملي فتخلفت، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فنخسه بعصاه ثم قال: اركب. فركبت حتى أصبحت أرده حتى لا يتقدم بعير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أتزوجت؟ فقلت: نعم. فقال: أبكرا أم ثيبا؟ فقلت: بل ثيب. فقال: فهلنا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة. في رواية ثانية أن أخواته كم واحدة؟ 7 بنات عنده، فهو وحيد على 7 بنات. نعم. قلت: إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال: أما إنك قادم؟ فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال: أتبيع جملك؟ قلت: نعم. فاشتراه مني بأوقية ثم أعطاني الجمل.
صلى الله عليه وسلم. يعني رحم الله الدكتور سعيد رمضان البوطي، كان يقص علينا هذا الحديث في الجامعة السيرة النبوية. يتنشأ يبكي حيطاننا، يقول شو هاللطف بين قائد جيش وواحد متخلف قاعد آخر الجيش، بتقول له تبيع جملة رايحين على الحرب وقال له وقت المزح. بعدين بيقول له ايه بيعوا رسول الله بكم عم يلاعبوا مر معنا الاسئله اللي سالوا اياها. ما نسي انه ايه يلاطفه ويطمن عليه. روح على الجيش يا جماعه، اصلا القائد ما بيبين، هو بيكون متخبي. اه بديك ما بيدخل، اما رايح على الجيش صلى الله عليه وسلم. فقال له اذا خلص طبعا نغس سيدنا النبي عليه السلام الجمل، فصار يسابق ايه الخيل. وسيدنا جابر يبدو انه بده مصاري، متزوج جديد. فقال اذا رجعنا الى المدينه فانقذني اياه، يعني جيب لي اياه وانا ان شاء الله بنحاسبه. فلما رجعوا النبي عليه السلام يعني ما خطر بباله يسال، فما لا الا جمل مربوط على باب المسجد. فقال لمن هذا الجمل؟ قالوا لجابر يا رسول الله. فتذكر صلى الله عليه وسلم انه انه مات. فنادى له قال له اعطاني 200 اوقيه واعطاه الجمل. صلى الله عليه وسلم. شايفين المشايخ يا هيك مشايخ، هو سيد الاولياء والمشايخ وسيد الرسل سيد الانبياء سيد الخلق قاطبة. اشترى الجمل بالظاهر وما بده الجمل، شفتوا تبيعه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة أما كان معكم له فإن الأنصار يعجبهم له، ذكره عند زفاف أنصاره. يعني الدين إخواني مو كله غلبان خلقة، ما في غلبان خلقة بالدين. النبي عليه السلام كان قد مر في مخرج بني شيبة بالباب، فرأى الصحابة يضحكون وكأن أصواتهم علت بالضحك. فماذا قال لهم؟ قال لا أراكم تضحكون. عم ضحك خلاص، ما بدي أرجع أشوفكم عم تضحكوا. كانوا ضحكوا بالتبسم. فما جاوزهم قليلا إلا ونزل جبريل قال له بيقول لك ربك حتقنط عبادي. قال فرجع القهقرة، رجع فقال لقد عاتبني ربي بكم. عودوا لما يعني لا تاكلوا. نعم. قال يعني له والله عرس هو مقبل اخي، خلص دق بالدف واهتز وروي وكذا، لكن بما يرضي الله، ما تخرج عن الاداب ولا تخرج عن السنن. نعم. قال صلى الله عليه وسلم يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ عن عبد الله بن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسودا يطوف خلفها ويبكي بعدما اختارت فراقه. فتعجب الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك وذكر الحديث وسألها أن تراجعه، فقالت أتأمرني؟ فقال إنما أنا أشفع. فقالت لا حاجة لي به. قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. الباب الثاني المواريث والوصايا والهبة. قال صلى الله عليه وسلم اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فالأولى رجل ذكر. فلأولى رجل ذكر. شو معنى هذا الكلام؟ عندنا في الشرع لما يتوفى المتوفى يترك قسمين من الورثة. قسم قد فرض الله له نصيبه في القرآن وأكثرهم من النساء، لأن النساء تحب شيء مقنن، إنه يا أخي أنا بدي كذا تعرف مالك.
وترك الذكورة للعصبة. فلا أحيانا أهل الفرائض يأخذون أكثر من العصبة. أما لما تيجي تضرب الحظ، المال كله لمين؟ راح للعصبة. كل شيء بيزيد عن الفرائض لوين بيروح؟ لأولى رجل عصبي. سيمر معنا إن شاء الله. مين أهل الفرائض؟ أول شيء الزوجة. قديش إلها بوجود الأب، بوجود الابن؟ إلى الثمن. وإذا ما لها أولاد تأخذ الربع. الرجل ضعفه، إذا كان له أولاد بياخذ الربع، إذا ما كان له أولاد ياخذ النصف. نصف مال الزوجة يعني هي ما عندها أولاد، زوجته يعني. خذ الأم إذا إلها أولاد تاخذ السدس، إذا ما لها أولاد تاخذ الثلث. لما بيزيد كل شيء بقى، يعني ما في غير أم من النساء لا عنده زوجة ولا عنده بنات ولا عنده كذا، الأب شو بياخذ؟ ثلثين. هو نصيبه الأب ثلث، بس كونه ما في أولاد بياخذ باقي الإرث. ليش؟ لأنه عصبي وفرض. عصبي وفرض، له فرض أخذه، وبعد ما أخذ فرضه من ابنه كل شيء بيزيد بياخذه. واضح؟ ما لا ضحي سيمر معنا الأمر إن شاء الله. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال: فأرجعه فإني لا أشهد على جور. عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فذكره، فاتقوا الله واعدلوا في أولادكم. يعني هون الرواية نحل غلام، والنحل يعني عطاء عطية، وهذا بلاء يعني يقع فيه كثير من الأسر. يعني بتلاقي أب وأم خدمهم هذا الولد بس يروح بخصوه بمزية من العطاء، يعني بيطوبوا له بيت أو بيعطوه سيارة أو كذا أو كذا. إياك يا أيها الأخ أن تلتفت إلى هذا العطاء، فإن كان والعياذ بالله إن كنت وارثا وأعطاك أبوك شيئا وقع أبوك في معصية كبيرة فلا تأخذه، فإنما هو قطعة نار. ولو كتب لك يا رد لمين؟ لأخواتك لورثه من أبيك. هذا النعمان إجا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني أعطيت ولدي هذا غلاما عبدا. يعني في رواية أخرى أعطاه قطعة الأرض. فقالت أمه: لا أرضى حتى تشهد بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله إني أعطيته ابني كذا. قال: هل فعلت مع أولادك كلهم؟ أعطيت كل واحد غلام غلام غلام؟ قال: لا. قال له: روح، فإني لا أشهد على زور، أو في رواية لا أشهد على جور. هلا أحيانا عمي وتعطي من خدمها من أبناء أو بنات أخيها، أبناء أو بنات أخي. يعني عمي إلى أخوان وإلى أولاد، لكن أو أحيانا ما له أولاد، إلى أخوات فقط ما تزوج. عمي إلى أخوات ويرثها هؤلاء الأخوات. مين دار باله عليها؟ مثلا بنت الأخ. هل ترث بنت الأخ بوجود أبيها؟ ما ترث. ليش؟ لأنه في لهم عصبي أولاد. راحت أعطت مثلا بيت لمين؟ طوبت البيت لمين؟ لبنت أخوها، خدمتها. شو الحل؟ ننظر هل هي وارثة؟ لا، ما ترث. هل للعمة أن تهب من مالها لغير وارث؟ نعم. بنشوف هالبيت اللي أعطته إياه هل قيمته ثلث المال؟ فإن كان من ثلث المال وأقل مبارك عليك، وإن كان أكثر من ثلث المال بنقول لك خذي مقدار الثلث ورجعي الباقي. ما بنقول لك كله غلط، نعطيها الثلث لأنه لي المتوفى أن يوصي بثلث ماله. واضح؟ كثير الأمور بتصير هي. والله مو ترجع البيت كله، لا. لها أن ترث، أن توصي بثلث مالها وطوبته إياه إلا صحتين معنا إذا كان قد خرج من ثلث المال. نعم. شو ما بيع شراء هدية كذا خلص
طالما من ثلث المال وأقل صحتين، وهنا إذا كان غير وارث. أما إذا كان وارث ولا مليم أبدا، لا بيع ولا هذا دجل في الدنيا كله. سيدي بصحته لا هذا مو بصحته النعمان، هو عيان شو عم يحكي. هذا يورث المصايب بين الأخوة. مصايب. ولا ونصيحة لا يشجع أبوه أن يعني يوزع التركة على حياته. إذا وزعها بشرع الله نقول له معلش، أما يخص فلان غير فلان والذهب للبنات والمحلات للصبيان وهذا كله لا يجوز. الله نهى الأمر للذكر مثل حظ الأنثيين. خلاص. نعم. هلا هي صعبة هي علي، جلب علي مثل بعض. هلا ما في لا أمين ولا غير أمين، كله مثل بعض. قال صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. بالعكس مثل ما عم تسوي إنه هنا إيه أضعف وجه. يلا شيخ نوح. قال صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. يعني أعلاهم عصبة. قال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. عن كعب بن مالك أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: سأتبرع بكل مالي لأكفر عن تخلفي عن غزوة تبوك، فذكره. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعمر عمرا لرجل له ولعقبه فإنها للذي أعطيها ولا ترجع إلى الذي أعطاها. عن جابر بن عبد الله وزاد: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. شو أعطاهم؟ يعني أعمر عمره، قال له واحد للثاني خذ هالبيت طالما أنا عايش اسكنه طول عمري. طول عمري. ومات مين؟ الذي أعمره، يعني اللي وهب البيت إنه يسكنه فلان، لا طالب علم وعم يستأجر كذا، قال له خذ أخي طالما أنا عايش عليك الأمان. بجوز هذا إيه يتصرفوا. مات مين؟ اللي أعمر البيت، اللي شغل البيت. هل يجوز أن يتصرفوا أولاده بالبيت؟ لا. شو عيد الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعمر عمرا لرجل له ولعقبه فإنها للذي أعطيها ولا ترجع إلى الذي أعطاها. قال له هي، أما إذا قال له هذا البيت إلك ولأولادك إلى يوم الدين بجوز يرجعوا، هذا خلاص. أما إذا قال له إلك فأولاده لا يجوز أن ينتفعوا بشيء، بدل أول ما بيموت هذا الرجل بده يردوا لمين؟ لصاحبه. قال صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. قال صلى الله عليه وسلم: العمرة ميراث لأهلها. عن جابر بن عبد الله: العمرة ما جعل للغير مدى العمر. نعم. يعني مثل ما مر معنا الحديث الفوقاني فصل، إذا كان قال له لك ولا عقيبك من بعدك راحت من إيده خرجت. أما إذا قال له إلك لحالك أو حدد له كذا سنة 50 سنة 30 سنة ترجع إلى من أعمر. نعم سيدي تفضل. قال صلى الله عليه وسلم: قد آجرك الله ورد عليك في الميراث. عن بريدة: قد آجرك الله ورد عليك في الميراث. عن بريدة أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إنني تصدقت على أمي بجارية فماتت أمي ورجعت لي الجارية بالميراث، فذكرها. قال صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت. قال صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء، يعني في الميراث. نعم. ثلاث والعياذ بالله لا يرث: القاتل والمفارق لدينه. ليش القاتل؟ استعجل بالشيء قبل أوانه، عنده جد ما كان يموت، عنده أب ما كان يموت ويعمله بحاجة مصاري، فراح قتل مين؟ قتل أباه. هذا هل يرث؟
استعجل بالشيء قبل أوانه فيحرم منه. من استعجل بشيء قبل عوقب بحرمانه. نعم. ومين كمان لا يرث؟ المفارق للدين، كان مسلم تنصر، لا يرث النصراني من المسلم. واضح؟ نعم. يلا. قال صلى الله عليه وسلم: ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. يعني هذا من الآداب الشرعية ومن السنن النبوية، أنه الإنسان يكتب شو له وشو عليه ووصيته تحت مخدته، ما يترك ليلتين، ما يدري متى يأتيه الموت. يلا اللي بعده. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. يعني الميت لما بيموت أول ما يؤخذ إيه؟ أول شيء نأخذ من ماله ما يواريه التراب. أول أمر يأخذ من ماله ما يواريه التراب، يعني الدفن، وبقدر الوسط، يعني لا كفن واحد ولا 5 أكفان، الوسط قديش؟ 3 يكفنه بالوسط، ثم نلتفت إلى من؟ إلى الدائنين، فإن بقي له دين فعليه ما هو مال وعليه دين يوفى المال من هذا الدين. وإن كان الدين أكثر من المال، المال قليل والدين كثير، يأخذ كل دائن بقدر نصيبه، يعني نسبة وتناسب. هذا له مليون، هذا له 100,000، نعطيهم مثل بعض؟ لا، نعطي هذا قدر 100 قديش بتناسب، وقدر المليون قديش بيناسب. واضح؟ النبي عليه السلام معاشر الأنبياء حتى قال: إذا أنا مت ورثتي لا تقتسم ما خلفته أبدا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما خلف شيء، ومع ذلك خلف شيء قليل، جعلها أرض فتك مثلا، جعلها في لا يرث أهلها منه. حتى أتى السيدة فاطمة إلى سيدنا أبي بكر تطلب ميراث أبيها النبي عليه السلام، فقال لها: يا فاطمة، ما تريدين من المال؟ خذي من مالي، خذي من مالي ما شئت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فكأنها يعني أخذت على خاطرها. وتاجر من تاجر من أعداء المسلمون بهذا الحديث، أنه ضربها وسرق مال أبيها قال: خذي بالمال ما شئت. لكن النبي عليه السلام قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. إذا تعطى نفقة زوجاته، وإذا عليه دين بسكره، والباقي صدقة للمسلمين. لا يجوز لورثة الأنبياء كلهم، مو بس النبي عليه السلام، أن يرثوا من النبي عليه السلام. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: بعد قرأنا عن أبي بكر رضي الله عنه. جايبه. قال صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد رضي الله عنهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق: وإنما يأكل آل محمد في هذا المال. قال صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين. يعني مثل إذا واحد غير دينه، ما عاد يصير يرث من أبيه أو من وارثه. نعم. بعد سنة. قال صلى الله عليه وسلم: الباب الأول: البيوع والتجارة والمعاملات والدين. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق،
وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. قال صلى الله عليه وسلم إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. يعني شو ابتعت طماعة؟ انت واحد مثلا راح اشترى اشترى طول سكر وراح على محله، على التليفون دق له تليفون قال له انا اشتريت طول سكر، وين السكرات؟ قال له والله بالباخرة. قال له اشتريته، دفع له دفع له رامون او دفع له حقهم. راح لعند رفيقه، خلص هذا الزلمه الباخرة كلها باعها. اجى واحد ثاني قال له ايش كم طن شاري؟ والله شاري طن. قال له ادفعني 10 اكياس. قال له ببيعك. قديش؟ قال له كذا. قال يجوز؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الانسان ما ليس عنده. اذا ما دخل هذا المتاع مستودعك لا تبيعه حتى تقبضه، بتكون انت قادر على تسليمه، هون بتبيعه. اما والله اشتريته بدون ما تشوفه بدون ما تعرفه لسه عم تضاع على الطريق، اذا بتكون بالجمرك لو على محلك لا تبيعه لحتى تشوف البضاعة وتعينها وتستلمها. وهذا مشاكل تقع فيه كثير من الخلق لأنهم يعني ما وفوا مثل هذا. يعني أحيانا السلعة من السوق تنفقد بيوم، بيجي واحد هو على المعمل بيقول له نحن والله صرنا 3 أيام واقفين وبضاعة ما عندنا لبعد شهرين، وبروح شو بيساوي؟ بيروح على السكيتة بيلمها من السوق كله. بيجي واحد بيقول له بدي كذا كذا، وبيعرف انه فيها بالسوق، بيروح على السوق ما بيلاقي عشان يجيب له، يكون هو باعها. شو بصير هذاك الزلمه؟ بيقول له انا بعتك واشتريت منك، ليش ما عندك؟ ليش كذا؟ وقع النزاع. عندك السلعه موجوده وشايفها بالمخزن بيعها، ما عندك اياها لا تبيعها. قال له ما عندي، ممكن اذا لقيت فيها بالسوق بجيب لك اياها، توعده بالبيع، ولما بيرجع لعندك بتجدد العقد بينك وبينه انه انا جبت لك اياها وبعتك اياها. اما والله ما عندك السلعه وتبيعها على اساس انه هي موجوده بالسوق بعدين ما تلاقيها او لقيتها، ما صح العقد. نعم. قال صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. نعم. قال صلى الله عليه وسلم إذا اشتريت مبيعا فلا تبعه حتى تقبضه. قال صلى الله قال صلى الله عليه وسلم إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء. بدنا أحكي لي هلا واحد توفي وعليه مثلا مبلغ كبير، وعليه عنده مبلغ مليون وعليه 10 ملايين. عنده مليون وعليه 10 ملايين. واحد من اللي مدينينه الملايين كلهم سوري، واحد مدينه اسواره ذهب، وقام راحوا لقوا الاسواره ذهب مثل ما هي. شو بيقول له؟ والله بيعها واعطوها للغرماء، لما بياخذها له ليش؟ انه هي عين ماله. او مثلا مدينه سياره او مدينه سلعه او مدينه دولار وحاططهم ورابطهم مكتوب اسمه هدول من فلان، ما بيشتغلوا العالم، كانوا بالدولار كله بالسوري. اجوا على التركه قاموا لقوا بصندوق الحديد الاسواره تبع مين؟ تبع فلان. بيقول له بدي اروح نفرت بريشك، مالك اسوه بالغرماء، هتاخذ حقك كامل. شو الحديث؟ عيده. اذا افلس الرجل ما عاد معه مصاري فوجد البائع سلعته بعينها. مين البائع؟ يعني دينه. فهو أحق بها من الغرماء. واضح الحديث؟ يلا بعده. قال صلى الله عليه يلا. قال صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابه. هذا النبي عليه السلام كان عند أحد الصحابة يغلب في البياعات، يعني بيروح بيلاقوه درويش بيقولوا يساووه، يعني بيقول هذول بيقولوا بيخالفوه، بيكونوا سلعة حقها مليون بيساووا له 3 ملايين مليونين، هو درويش على باب الله. يرجع على البيت وقال له ليش هيك؟ بيروح ليشتري الخيار الظريف للكمس وبيعطوه الخيار الكبير، هو بيستحليه كبير كذا. لك اخي ليش؟ بيروح ليشتري شغلين بيبيعون شغلين ما بتنفع. فانه راحوا اشتكوا اهله لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله ان هذا يغلب في البياعات،
النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا اشتريت أو بعت فقل لا خلابة، يعني ما في غش، ولي خيار البيع 3 أيام. فيحق له أن يشترط هذا ولا حرج في ذلك. بيروح على البيت، إذا البيعة وافقت أهله وعجبتهم كتر خيرك، إذا ما عجبتهم بيمسكوها بيرحشوها خذ هات المصاري. قال لك لا خلافة، غش ما في، وإن حق الرجع في البيع. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه. يعني هذا شو سيدي؟ هذول الضمانة بيطلعوا بعد 6 أيام بيضمنوا الزرع. 6 أيام بيكون عيد الضمان. ليش؟ لأنه غالبا الصواعق والسعات اللي تنزل من السماء برد وكذا بيكونوا قد انتهوا. 6 أيام تطلع الشمس وخلاص، وبيكون الثمر قد انعقد ووضح صلاحه ونضجه. أما أحيانا هو زهر شو بيساوي؟ بيطلعوا الضمانين شوفوا مثلا الحاجة مطلوبة بيضمن هذا هل يجوز؟ ما صح العقد، ما صح العقد. وربما ما بين شيء على الشجر، وربما والعياذ بالله تأتي آفة فتذهب بالزهر والورق، بيكون ذاك قابض حقه. إذا بركي اجت آفة بيت أنت قبضت حق شو؟ نعم. بعده قال صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب. هذا الحديث فتحوا لي عيونكم، العالم كلها عم تفتح وتحفل واخذ راحتها. فقال الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع الذهب. وينه هذا اليوم؟ وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقوا. الله يرضى عنك، الله يرضى عنك. يعني وزعوا المال على العيلة كلها. شايف التعاون ولا؟ والله يا شيخ حبيب انت وعبد الله لو لكم زي شيء جرة. يعني جوزوا الشباب كلهم فيها، يعني مو انت عبد الله. يلا. قال صلى الله عليه وسلم: أطيب الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. يلا بعد سيدي. قال صلى الله عليه وسلم: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاءها صاحبها وإلا فشأنك بها. يعني إذا واحد لقى ناقة فلتانة ضايعة، لقى شو بيساوي؟ إذا كان لقاها يعني حيوان أو كذا بده يرعاها، ولما ببين صاحبها بيعود عليه بالنفقة إذا كانت إلى مؤنة للهي. أما إذا لقى له صدر الذهب بيعلن إنه من فقد مال فليعرف عليه ويعرفها سنة. فإن وجد صاحبها ردها إليه، وإن لم يجد صاحبها ماذا يفعل؟ قال: إن كان فقيرا ينتفع بها، وإن كان غنيا وانتفع بها ولقى بعدين صاحبها شو بده يساوي؟ بده يضمن يرجع له إياها. نعم. اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها يعني يأخذها، وإلا فشأنك به أي أنت. قيل فضالة الغنم. قال صلى الله عليه وسلم: هي لك أو لأخيك أو للذئب. يعني إذا أنت لقيت غنمة في الصحراء، مين صاحبها؟ يا لصاحبها، يا إما بياكلها مين؟ أو بياخذها مجرم لا يرد عليك ولا يعرف ولا شيء. والله شو رأيكم؟ يعني بده يرجع، الله أعلم.
نراجع المسألة إن شاء الله. نعم. قيل فضالة الغنم فضالة الإبل فضالة الإبل قال صلى الله عليه وسلم ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تريد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. مين ربها؟ صاحبها. يعني ضلت كانوا هون يا سيدي مجتمع إسلامي مؤمن. اليوم إذا بضيع الناقة ب5 دقائق بتنذبح وتصير عند اللحامي. 5 دقائق، فلا يمكن تغير الأحكام بتغير الأحوال. اليوم أنت فورا لقيت ناقة ربطها في مسجد ربطها كذا، شهد عليها عالم إنه الناقة فلان عندي، لأنه في مجرمين اليوم، مجرمين تاخذها. كان في مشروع الدولة عند مزارع الدولة، اجى واحد بالليل وسرق خروف شي 80 كيلو معلوف وكذا، وسرقوا أحسن خروف. رئيس بلدية منور أبوه شيخ هيك وتقي، يعني علموا عليه، فراح يدور باللحامة تبع مين؟ يعني بالبلد اللحامة. الخروف العادي بينذبح 50-55 كيلو، فإذا الحرامي ما راح يخليه عنده شو راح يساوي؟ راح يبيعه. لقى خروف كبير هيك، يعني الشقة تبعه كبير، والصبح لسه ما باعوا شيء. فقال له منين شاري الخروف؟ خلص وقع له ما وقع. قال له يا جابوا أخذوه وعرفوا الحرام. يعني ما كانت 9 الصبح إلا مبين الحرام. أما ذاك لو كان هيك ابن يعني مو متوقع إنه واحد بهالذكاء يكشفه. هيثم شو هو اللي كشفه؟ اسمه هرباوي. أما لو كان والعياذ بالله متمرن على السرقة، ما بيزرعوا، فورا بينزلوا شقف ونتف على الصحن، كان فرموا بسرعة. نعم. يلا شايفين السرقة؟ إذا الغنم إما لك أو لصاحبها، أو إذا ما بدك أتركها لحياكلها الذئب. أما مجتمع الأمثل في الناقة تروح بتشرب وتاكل، ولو عليها صاحبها بياخذها. أما هذا الكلام يعني هو لا ينطبق اليوم، إلا إذا كان قرية صالحة ما لها مخترقة ما فيها غريب ترد، فهذا الحديث صح. أما إذا كان والعياذ بالله فلتاني القصة، لا، خذها وخبيها ودور على صاحبها. بعد قال صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. قال صلى الله عليه وسلم أما إنه لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. يلا بعد سيدي. قال صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وأن أولادكم من كسبكم وأن أولادكم من كسبكم. يعني يجوز الوالد أن يأكل من ولده من كسب ولده. فكلوا من أموالهم. قال صلى الله عليه وسلم إن أول ما يرهق من دم الشهيد. قال صلى الله عليه وسلم إن أول ما يهراق من دم الشهيد يغفر له ذنبه كله إلا الدين. نعم. يلا. قال صلى الله عليه وسلم إن بعت من أخيك تمرا. قالوا الوقت عم يقل علينا.